المعكرون من أطيب الحلويات اللبنانية، بس مع السلياك حسيت إنه انحرمت منه. اليوم رجعته على طريقتي جلوتين فري، مقرمش ذهبي وبيدوب ذوبان. تعالوا شوفوا كيف بيطلع نفس طعمه الأصلي ويمكن أطيب. أول شي أنا حطيت طحين جلوتين فري. عندي 3/4 كوب من سميد معمول من الذرة. نفس السميد رجعت طحنته، استعنت عنه بطحين الفرخة. كمان 3/4 كوب. حطيت معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من اليانسون، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من المحلب، وربع معلقة صغيرة من الملح. خلطتهم هيك بإيدي شوي ليمتزجوا المكونات مع بعض. رجعت حطيت 3 كوب من الزيت النباتي، وفيكن انتو كمان تحطوا نص زبدة نص زيت، هيدا بيرجع لكم. وعملتهم بهذه الطريقة لحتى يتشرب الزيت مع الطحين والسميد. وبعدين عجنتهم بالمي. ما حطيت المي دفعة واحدة، حطيتها على دفعات لحتى شوف قديش بيحتاج معي مي. تقريبا أخذ معي كوب مي دافية. عجنتهم كتير منيح مع بعض لحتى تكونت وتشكلت معي عجينة. أنا اشتغلت فيها مباشرة، يعني أنجأ تركتها ترتاح بدقيقتين 3 واشتغلت فيها. وطلعت نتيجتها كتير طيبة. أي عندكن مصفاية إلها هيك أطراف خشنة فيكن تستعينوا فيها كرمال يطلع معكم الشكل التقليدي المعروف للمعكرون، مثل ما عملت لكم هون بالفيديو. ورجعت قليتها بزيت حامي. وحطيتهم بمصفاية لحتى ينزل الزيت، وصدقوني ما شربوا ولا شوية زيت. بس هيك أحسن. حطيتهم بمصفاية قبل، وأنا كنت محضرة قطر 2 سكر مع بدهم كباية مي وعصرة ليمون حامض. حطيت لهم نتفة مزهر للنكهة، وأكيد لازم يكون بارد القطر. حطيتهم بالقطر تقريبا 5 دقايق لحتى يتشربوا منيح من القطر. ورجعت شلتهم بمصفاية وحطيتهم بصحن تقديم. نتيجة كتير طيبة. جربوها وقولولي بالكومنتس إذا عجبتكم، وبتمنى إنه تعملوا لايك وتشير وتشتركوا بالقناة. وألف صحة.